السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا عايزه اطمنكم عليا ان انا ولدت وقمت بالسلامه. حبيت اشارككم معايا السبوع ده الفشار. كنا جايبين حمص وجايبين حلاوه وبونبوني واللهم صل على النبي فول سوداني وكده. قاعدين بقى كلنا نعبي بقى وفرحانين، وكنا شغالين اغاني السبوع وكده، بس عشان ايه يعني الحقوق طبعا ونشره كده. وهنا كانت ماما بتعمل رز بلبن، بس غزل عيطت مصورتش معاها كتير. انا ولدت جبت غزل، ولدت اول 7 يوم 2/7. الحمد لله. قمت بالسلامة، بس تعبت شوية فالحمد لله. انا عارفة ان الفيديوهات هتنزل متأخر شوية، بس والله غصب عني لاني تعبانة، والبنوتة كانت تعبانة شوية وكده، وجيهاني تعب، فما كنتش عارفة ان انا يعني انزل لكم الفيديوهات. بس هنا هنا بعد ما لبسته، وهنا حسين خلاص لبس برضك وجاهز تمام، وقلت البس بقى انا غزل. بس الطقم الكيوت خالص اللي احنا جبناه مع بعض. الطقم ده يا جماعة ما لبستوش في المستشفى، لان انا كنت رايحة اكشف وولدت، فاختي جابت لي هدوم اي هدوم لقيتها في وشها وكده. المهم الحمد لله. جت غزل ونورت حياتي ودنيتي، ربنا يبارك لي فيها يا رب ويخليها لي. بصوا بوريكم اسم غزل منور ازاي. كيوت خالص، الله اكبر، وهي كانت عسولة فيه بجد ما شاء الله. هنا بقى ده السبت اختي جابتهولها. هنا بقى عيال اخواتي بقى وكده، والدنيا كانت لايصة، فما كنتش عارفة اصور لكم جامد. المهم سبعنا وعملنا المراسم بتاعت السبوع، والحمد لله يا رب بارك لي فيها وجعلها ذرية صالحة، وربنا يخليها لي هي واخواتها يا رب، وما يحرمنيش منها ابدا. يعني كل التعب اللي انا شفته في ال9 شهور قوم، ولما شفتها قدام عينيا قوم تاني. هبقى اطلع لكم في فيديو احكي لكم اللي حصل، فالحمد لله. هنا بقى كانوا بيمنخلوها فكانوا بيموتوها. يلا الحمد لله. وكده ده اليوم بتاعنا، حبيت بس اشارككم لقطات منه. يا رب الفيديو يكون عجبك، ما تنسيش لو عجبك تحطي لايك وتشتركي في القناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنا بقى كانوا بيقولوا لي شيلي البنوتة عشان ننقطها، فشلتها بقى. وهنا